تخيل إنك تتولد وتعيش وتبقى أسطورة بيتحاكى بيها العالم كله، وفي الآخر في نظر السجلات الرسمية أنت أصلاً مش موجود. طفل اتولد على مركب وعاش عمره كله بين أمواج البحر. تفتكروا إيه اللي يخلي إنسان يرفض ينزل لليابسة حتى لو اتمن حياته؟ بصوت عالي مليان حماس وفرحة الناس رفعت إيديها لفوق وبدأت تهتف وتصرخ من السعادة. أخيراً وبعد رحلة طويلة وصلوا لنيويورك، مدينة الأحلام. في الوقت ده الولايات المتحدة كانت بتتطور بسرعة رهيبة، وكانت معروفة إنها أرض مفروشة بالذهب والفرص. عشان كده الناس توافدت من كل مكان في العالم، وما كانوش قادرين يستنوا اللحظة اللي يحققوا فيها أحلامهم في الغنى. وفي اللحظة اللي رست فيها السفينة السياحية على الشط التاني، الركاب نزلوا يجروا من المركب. شخص واحد بس فضل مكانه، عامل غلايات اسمه داني. فضل يتجول براحته وبدون استعجال في كابينة الدرجة الأولى. كان بيحاول يدور على أي كنوز أو حاجات غالية سابوها الأغنياء وراهم، لكنه لقى مفاجأة غير متوقعة خالص فوق البيانو. زميله شافه وسأله باستغراب عن اللي بيعمله هنا، لكن داني كان مشغول بطفل رضيع لقاه جوه صندوق فاكهة. القاعة كلها كانت فاضية تماما، والصندوق كان مكتوب عليه بس كلمات تي دي ليمونز، وكان واضح جدا إنه طفل متخلى عنه. داني ما قدرش يعمل نفسه مش واخد باله، وقرر إنه يتبنى الطفل المسكين ده. زمايله العمال كانوا متأكدين إن في مهاجرة ولدت في السر بالليل وسابت الطفل في الدرجة الأولى وهي نازلة من المركب. كانت تتمنى إن شخص غني يلاقيه ويديله حياة كويسة، لكن زي ما القدر بيلعب لعبته، اللي لقى الطفل كان عامل غلايات فقير وأسمر البشرة. داني قرر يسميه 1900 لأنه لقاه في الشهر الأول من القرن الجديد. تجاهل كل تريقة زمايله واداله الاسم المميز ده 1900. ما كانش ليه لا أب ولا أم ولا حتى يوم ميلاد ولا حتى سرير أطفال محترم. كل اللي كان حواليه هم مجموعة من عمال الغلايات، وهو نايم على الآلات الضخمة اللي بتدفع السفينة السياحية كلها اللي قدام. 1900 كبر شوية بشوية بالشكل ده، ولأنه ما كانش معاه شهادة ميلاد ولا جواز سفر، داني كان خايف جدا إن حد ياخد 1900 منه. عشان كده 1900 قضى معظم طفولته مستخبي في قاع السفينة فيرجينيان. ما كانش عنده أي أصحاب يلعب معاهم. قدام عينيه ما كانش فيه غير مياه البحر الهيجة والسرير العملاق اللي شايله وبيلف بيه. داني ما كانش بيعرف يقرأ كلمات كتير، لكنه برضه كان بيعلم 1900 إزاي يقرأ الجرايد في وقت فراغه قبل النوم. 1900 كان دايما بيخلي داني يضحك من قلبه، وفي نفس الوقت كان بيسأل أسئلة كتير جدا. كل يوم وقت النوم داني كان بيحكي ل 1900 إن كل حاجة بره السفينة دي سيئة وشريرة، وإن على اليابسة في قروش كبيرة متخصصة بس في أكل الأطفال. داني كان بيحمي 1900 بالطريقة دي. وفي المدينة العايمة الاستثنائية دي على البحر، 1900 كان ليه عيلة غريبة بعيدا عن والده. أفراد عيلة 1900 كلهم كانوا أشخاص مميزين. على سبيل المثال الدكتور في العيادة، الطباخين في المطبخ، والجرسونات. الكل كان بيهتم ب 1900، والكل كان عايز يديله اللي هم شايفينه تعليم كويس. وأخيرا حتى الكابتن سميث انضم للعيلة الكبيرة دي بطريقته الخاصة. كل ما 1900 يعمل غلطة، الكابتن سميث كان بيظهر في الوقت المناسب بوش مكشر وغضبان، لكن في كل مرة 1900 كان بيبقى شجاع وما بيخافش، وكان بيرد الضربة بطريقته الخاصة. العواصف كانت حاجة متكررة في الرحلات البحرية. 1900 كان بيستخبى في أوضته ويستنى بهدوء في كل مرة، بينما داني كان لازم يكمل شغله. ودايما الحظ السيء بينزل فجأة ومن غير أي إنذار. بسبب الهز العنيف للسفينة، خطاف حديد كبير وقع وضرب داني اللي كان واقف تحته. وقع على الأرض فورا، والدم بدأ ينزل من بقه بأعجوبة. وحتى بعد ما اتضرب ضربة قوية جدا على مؤخرة راسه، داني فضل متمسك بالحياة. 1900 قرا الجورنال لداني والدموع في عينيه، وداني كان لسه بيطلع ضحكات من قلبه. الكل افتكر إنها مجرد أزمة وهتعدي، لكن للأسف بعد 3 أيام داني ساب العالم ده للأبد. الدكتور أكد إن داني لو ما كانش ضحك بشدة كده على سرير المستشفى كان ممكن يبقى فيه فرصة إنه يعيش، لكن الحقيقة إن مفيش كلمة لو كتير في الحياة. الكل عمل جنازة لداني، و1900 رجع يتيم للمرة التانية. في السنة دي كان لسه مكمل 8 سنين بالضبط. يا ترى الطفل اللي فقد أبوه إزاي هيقدر يواجه عالم السفينة لوحده من غير ما حد يكتشف سره؟ في الوقت ده بالضبط 1900 سمع أصوات نغمات جميلة جاية من بعيد. لأول مرة في حياته 1900 عرف إن في صوت اسمه الموسيقى. بص وراه لداني في خياله. داني اللي طاف على البحر
طول حياته، وبعد موته جسمه رجع للبحر تاني. البحر كان موطن داني، وكان برضه موطن 1900. بعد ما داني مشي، 1900 بص لليابسة مرات لا تعد ولا تحصى، وكان حاسس بوحدة عميقة جدا. لكن 1900 عمره ما ساب السفينة دي، لأن بالنسبة للعالم كله هو ببساطة ما كانش موجود. والصوت اللي اسمه الموسيقى فضل محاوط عقل 1900 طول الوقت. الصوت ده كان بيرشد 1900 إنه يسيب أوضة الغلايات القذرة ويطلع لفوق أكتر وأكتر. مر من خلال ممرات عمره ما حط رجله عليها قبل كده، و1900 شاف عالم جديد تماما، عالم فيه الناس لابسين لبس جميل بيغنوا وبيرقصوا مع إنهم على نفس السفينة، لكن المكان كان باين وكأنه في زمان ومكان معاكسين تماما لعمال الغلايات. وفي نص ساحة الرقص كان في بيانو واقف، هو ده كان مصدر الموسيقى. ولأنه ما كانش ليه وصي شرعي، الجهات المختصة حطت عينها على 1900، وكان لازم يتبعت لدار أيتام. الكابتن سميث تحت الضغط ما قدرش غير إنه يسمح ليهم بالتفتيش، لكنه ساب أنبوبة استماع صغيرة على الحيطة. الأنبوبة دي ادت 1900 الوقت إنه يستخبى، ولما المفتشين دخلوا السفينة مهما دوروا ومهما فتشوا ما قدروش يلاقوا حتى ظل ال 1900. لمدة 22 يوم بالتمام محدش لقى 1900، ومحدش عارف عنه أي أخبار. الكل كان حاسس بحزن وتقيل في قلبه، كأنهم فقدوا طفلهم هم شخصيا، رغم إن محدش فيهم اعترف بكده. لحد ما في يوم، في الليلة اللي السفينة فيرجينيان بدأت تبحر من جديد، بحار صحى الكابتن سميث بسرعة. الناس اتجمعت في القاعة وهم ماشيين ورا النغمات عشان يلاقوا 1900 قاعد بهدوء على البيانو بيعزف. كان بيعزف لحن الناس عمرها ما سمعته قبل كده. في اللحظة دي الكابتن سميث كان عنده أسئلة كتير جدا هربت على شفايفه، زي مثلا 1900 اتعلم العزف على البيانو فين، أو كان مستخبي فين طول الفترة دي، أو حتى فضول عن نوع اللحن ده إيه. لكن تحت نظرات الكل الكابتن سميث اكتفى وإنه يقوله إن كل ده ضد اللوايح تماما. 1900 سألوا باستغراب عن اللوايح دي تطلع إيه. لو القصة بدأت تخطفك وتشدك لعالم 1900 ما تنساش تدوس لايك وتشترك في القناة عشان رحلتنا اللي جاية مليانة مفاجآت. 1900 فضل على السفينة فيرجينيان، وأفعاله المعجزة انتشرت في كل مكان. ناس كتير ركبت السفينة دي بس عشان هم معجبين بيه وعايزين يسمعوا عزف 1900. في سنة 1924 عازف بوق مليان بأحلام موسيقية ركب السفينة. ماكس كان نفسه بجد يقابل عازف البيانو بتاع المحيط ده، لكن عاصفة قوية علمته درس قريب. ماكس اللي بيركب السفينة لأول مرة كان بيترنح ومش قادر حتى يقف على حيله بثبات. ندم إنه ركب من قبل حتى ما الرحلة تبدأ، وأخيرا لقى جردل عشان يفرغ فيه كل اللي في بطنه بهستيريا. في اللحظة دي بالظبط راجل قرب منه، سأله بثقة لو هو عازف البوق الجديد، وقال له إنه عارف إنه بينفخ في آلة الكورنيت، وطلب منه يجي معاه لأن عنده علاج لشقائه ده. الراجل كان غريب جدا، ما سألش اسم ماكس لكن ناداه باسم ماركة البوق اللي ماكس بيستخدمها. العاصفة بوضوح كانت مخلية السفينة تترج يمين وشمال، والناس الطبيعية ما كانتش قادرة تتحرك بسلاسة خالص. لكن الراجل كان باين إنه مش متأثر نهادي، وماشي بتبختر لغاية نص ساحة الرأس كده بكل بساطة. وبكل شكوك الدنيا ماكس مشي وراه. الراجل قعد مباشرة على البيانو، وبعدين طلب من ماكس يفك أقفال العجل اللي متبتتة البيانو في الأرض. ماكس ما كانش قدامه حل غير إنه يتسلق على البيانو بصعوبة شديدة. وفي نفس الوقت دي كانت أكتر ليلة لا يمكن نسيانها في حياة ماكس كلها. الراجل ما كانش عنده أي خوف، كان مستريح ومرتاح وبيتحكم في كل الإيقاعات، وكأن العاصفة دي قامت مخصوص عشانه. ماكس فجأة أدرك إنهم بيرقصوا مع البحر، موجودين في القاعة الذهبية تحت ستار الليل وغرقانين في رقصة فالس مبهجة، كأنهم راقصين مجانين ومثاليين. لحد ما المقطوعة الموسيقية خلصت، البيانو خدهم هما الاتنين واندفع بيهم طول الطريق، وفي النهاية خبطوا مباشرة في أوضة قبطان السفينة. والراجل اللي كان من شوية منطلق ومرتاح فجأة اتحول لطفل قدام الكابتن سميث. اللي فاجئ ماكس أكتر إنهم بعد ما عملوا الغلطة دي اتعاقبوا بس بإنهم يجرفوا الفحم، وفي نفس الوقت فهم الراجل اللي اسمه 1900 ده بشكل أحسن. ماكس حكاله إنه من ساعة ما ركب السفينة وهو بيسمع كلام كتير عن شخص معين، قال له إن الشخص ده اسمه زي قطر شحن مستمر. وفي الأول كان فاكر إنه هو الشخص ده، وفجأة أدرك إن الراجل ده هو عازف البيانو المحيط اللي طالع عليه الإشاعات، عازف البيانو اللي عمره ما نزل من السفينة لأكتر من 20 سنة. تفتكر لو بقيت مشهور والناس كلها بتيجي عشانك، هل ممكن تفضل محبوس في نفس
نفس المكان بإرادتك. في معظم الأوقات 1900 كان بيعزف في كابينة الدرجة الأولى، كان دايما بيلخبط النوتات المنتظمة ويحول قاعة الرقص لحفلة كرنفال مجنونة. الأغنياء كانوا بيحبوا الإحساس الفوضوي ده، لكن في كابينة الدرجة الثالثة بس 1900 كان بيعزف مزيكته الحقيقية. هنا الناس ما كانش عندها أي قيود، وكانوا بيستمتعوا بالسعادة اللي بتجيبها الموسيقى لأقصى درجة. كل ما ده كان بيحصل، رغم إن إيدين 1900 كانت على المفاتيح، قلبه كان ساب جسمه من زمان، ساب السفينة وسافر في كل مكان في العالم. بعد ما الناس بتنزل من السفينة كانوا لسه بيتكلموا عن الرحلة الموسيقية الغريبة دي، وعن عازف البيانو المحيط اللي كان يبان كأن عنده 4 إيدين من كتر ما كان سريح. الأساطير حوالين 1900 كانت مختلفة وكتيرة جدا، وبعدين حتى سيناتور أمريكي معروف ما ترددش إنه يجي لحد كابينة الدرجة الثالثة بس عشان يسمع موسيقى 1900. المشكلة إن بعد ما الهتاف ده كان بيطلع، الناس بتتفرق زي الطيور والحيوانات، وبيسيبوا 1900 لوحده يدوق طعم الوحدة. السيناتور اقترح على 1900 إنه يعمل جولة على اليابسة عشان يعرض مهارته للعالم، وإلا هتكون خسارة كبيرة. لكن 1900 كان شايف إنه بيعرض مهارته للناس كل يوم بس بطريقته الخاصة. ماكس كان عنده نفس الفضول، ليه 1900 مش بينزل من السفينة عشان ياخد لفة حتى لو لمرة واحدة بس، وبدل ما يقضي طول اليوم ضايع في الخيالات، الأحسن إنه يشوف العالم بعينيه. بقدرات 1900 كان أكيد يقدر يكسب فلوس كتير ويعيش في أحسن قصر، وكمان يتجوز الست اللي كل بيحسدوا عليها لو كان بس موافق ينزل من السفينة. ماكس قال له إن ربنا وحده اللي يعلم إنه ما يقدرش يقضي طول حياته بيسافر رايح جاي زي اليويو. قال له إن العالم موجود بره ومفيش غير جسر صغير بيفصلهم بينهم. لكن 1900 كان عنده أفكاره الخاصة، كان عايز بس حياة بتاعه هو. في الليلة دي 1900 كان بيعزف لوحده كالعادة، لكن فجأة صوت أكرديون طلع من وسط الضلمة. راجل عجوز لبسه بسيط ألقى التحية. الراجل العجوز سمع الوحدة والحزن في موسيقى 1900. 1900 لاحظ من أول نظرة إن الراجل العجوز كان مختلف عن باقي الركاب، ومش باين عليه إنه متحمس قوي للسفر لأمريكا. طلع إن الراجل العجوز كان فلاح في الماضي، وفي يوم من الأيام العالم كله بالنسبة ليه كان حتة الأرض دي بس. في الوقت ده رغم إن حياته كانت ضيقة كان مبسوط لأنه كان قنوع. لكن بعد كده بسبب الكوارث الطبيعية الحقول جفت، ومراته هربت مع واحد تاني، و5 أطفال من ولاده ماتوا بسبب الحمى. اضطر إنه يسيب الأرض دي وبدأ يتجول من مكان لمكان، رايح لعالم أكبر عشان يكافح. ولأنه لسه عنده بنت صغيرة عشان خاطرها كان مستعد يحارب الحظ السيء للنهاية. الراجل حكى إنه في يوم وهو معدي في واحدة من المدن الكتير اللي عمره ما شافهاش قبل كده، وصل لتل عالي، وهناك شاف أجمل حاجة في حياته كلها. شاف البحر وسمع صوت البحر، الصوت اللي بيقول إن الحياة واسعة جدا وملهاش أي حدود. بعد ما العجز شاف وسع البحر ما بقاش الفلاح الضيق الأفق بتاع زمان، قرر إنه يبدأ من الصفر ويدور على احتمالات لا نهائية في الحياة. الكلمات دي خلت 1900 يغرق في تفكير عميق جدا. على مدار السنين دي، ورغم إنه عمره ما حط رجله على الأرض، كان فهم أشخاص كتير جدا على السفينة. بنظرة واحدة بس كان بيقدر يعرف هوية الشخص وتجربته وحتى كل حاجة عن ماضيه. بس المشكلة إن لما السفينة كانت بترسى كان بيرجع وحيد تاني، والرخاء اللي في الأفق ما كانش ليه أي علاقة بيه. ويمكن بسبب كلام الفلاح 1900 جات له فكرة غريبة. جاب دليل تليفونات وبدأ يتصل بالناس على اليابسة بشكل عشوائي، لكنه كان بياخد شتايم بس كرد على اتصالاته. ونتيجة لكده في الثانية اللي بعدها حد بجد جاي يدور عليه، و1900 لف وطلع يجري على طول. كان فاكر إنه هيتمسك وينضرب، لكنه ما توقعش إن الطرف التاني كان جاي بس عشان يوصل رسالة. مؤسس موسيقى الجاز كان عايز يتحدى 1900 في مبارزة على البيانو. تفتكر لما أسطورة البحر يقابل أسطورة اليابسة، مين فيهم اللي هيقدر يكسر غرور التاني؟ طلع إن إشاعات عازف البيانو المحيط انتشرت أبعد وأبعد، وبعض الناس حتى سموا مزيكته معجزة. ده خلى مورتون اللي مسمي نفسه مؤسس الجاز يغير جدا، وصمم إنه يقابل عازف البيانو ده اللي عمره ما بينزل لليابسة. لكن 1900 ما كانش فاهم معنى المبارزة دي خالص، كان مجرد فضول جواه مش أكتر. هو عمره ما دخل في منافسة مع أي حد. 1900 مد إيده عشان يكون ودود، لكنه مورتون اختار إنه يتجاهله. لما بص لأسنان مورتون الصفرة الكبيرة اللي مترسعة بالماس، 1900 فجأة حس بإحراج كبير، فاضطر إنه يرجع خطوة لورا، وما كانش حاسس خالص بريحة البارود والتوتر اللي في الجو. وبعد ما مورتون حط سيجارة مولعة على البيانو بدأ العزف بتاعه. عزف مقطوعة جيلي رول
بول مورتون بطريقته. بيقولوا إن مورتون عمل ثروته في مناطق الضوء الأحمر، وإنه عاش حياة صعبة جدا في الماضي، لكن إيديه كانت بتعزف بنعومة زي الفراشات، زي ما يكون بيطبطب على جسم رشيق وبيهدي مشاعر الضيوف اللي فوق من غير ما يزعج نوم حد. ده كان أسلوب مورتون، وفي الحتة دي ما كانش ليه أي منافس. ولما السيجارة كانت قربت تخلص وتطفي، افتتاحية مورتون كانت لسه خلصانة، والجمهور فوراً انفجر في تصفيق حار. مورتون مسك السيجارة ومشي بيها ناحية 1900. دي كانت استفزاز صامت، ده خلى 1900 يتلخبط فوراً، ما كانش عارف المفروض يعزف إيه. وبعد لحظة تردد قصيرة في المكان الرسمي ده، 1900 بدأ يعزف أغنية الكريسماس. كان مندمج تماماً ومش مهتم خالص بهمهمات الاستنكار اللي طلع من الجمهور. خلص العزف بتاعه في أقل من دقيقة واحدة. مورتون حس إنه اتهان إهانة كبيرة جدا، ومن غير ما يقول ولا كلمة بدأ الجولة التانية من المسابقة فوراً. مورتون كان واضح إنه جاي مستعد، وفضل يضيف ارتجالات رائعة وممتازة، رغم إن المقطوعة تبان مبهجة من بره، لكنها كانت مخبية مرارة كفاحه في البداية، واللي كانت رغبة شديدة في إنه يتميز ويثبت نفسه. مشاعر مورتون عليت أكتر وأكتر، والجمهور اللي في المكان اللي فهم المعنى انفجر في العياط. ده خلى ماكس مش قادر يتفرج، لأن كان مراهن بمرتب سنة كاملة على 1900. بعد ما المقطوعة خلصت كان برضه في تصفيق حار، و1900 وقف عشان يقدم احترامه. هو كان معجب بالمشاعر اللي حطها مورتون في العزف، عشان كده رد عليه فورا. مورتون ببساطة ما كانش بيصدق ودانه. معظم اللحن اللي اتعزف من شوية كان ارتجال، لكن 1900 نقلوا بحذافيره بعد ما سمعوا مرة واحدة بس، وكمان ضاف فهمه الخاص ليه. من الواضح ان 1900 سمع المشاعر اللي مورتون حطها، رغم ان الجمهور اللي تحت كان فاكر ان 1900 بس بيقلد مورتون. بعد ما 1900 خلص عزف، الجمهور انفجر في همهمات خيبة امل. مورتون شاف ان 1900 ممكن يكون عنده شوية قوة، لكن عشان بيتحقر مرة ورا مرة ما قدرش يتحمل اكتر. كان عايز ينهي المنافسة دي تماما. المرة دي مورتون طلع كل حاجة اتعلمها في حياته، وفي نفس الوقت اتخلى عن كل المشاعر. ايقاع المقطوعة كان سريع بشكل مرعب، وكل نوتة كانت بتكسب بالتقنية العالية. واضح ان مورتون كان بيستعرض قوته بس. ده خلى 1900 يدرك فجأة ان هو ومورتون مش من نفس العالم خالص. البيانو من غير مشاعر ما يعتبرش أداء فني، والتحدي المزعوم ده كان بس محاولة لأن الواحد يعمل أقصى جهده عشان يخلي الطرف التاني يفقد كرامته تماما. 1900 ما حبش ده، عشان كده بعد ما أداء مورتون خلص هو كمان قرر إنه ياخد الموضوع بجدية. استلف سيجارة من ماكس ورفعها لفوق عشان يوريها للكل زي ما مورتون عمل، وبعدين حطها برضو على البيانو لكنه ما ولعهاش. مورتون كان بالفعل فتح الشمبانيا لما فجأة سمع 1900 بيقول له من وراه إنه هو اللي طلب كده. حبات عرق بحجم الفول نزلت على خدود 1900. تحت القوة الكاملة دي الجمهور اللي حاضر كله كتم أنفاسه. المقطوعة كانت واضح إنها محتاجة 4 إيدين عشان تتعزف، لكن 1900 قدر يعملها لوحده. مورتون حاول يواكب الإيقاع بصوابعه في الهواء، لكنه اكتشف إنه ببساطة مش قادر يعمل كده. إزازة الشمبانيا اتكسرت حتت ومعاها غرور مورتون. أثر الحركة السريعة ل4 إيدين غير مفاهيم الناس كلها، مين القوي ومين الضعيف اتحكم فيها في ثانية واحدة. ولما 1900 خلص عزف الكل اللي كان حاضر وقع في صمت تام، كانوا لسه غرقانين في اللحظة ومش قادرين يتفاعلوا. 1900 ما قالش ولا كلمة، بكل بساطة مسك السيجارة اللي كانت محطوطة على البيانو، وفي اللحظة اللي لمست فيها أوتار البيانو السخنة السيجارة ولعت. 1900 كسب. ماكس كان شاهد للحظة التاريخية دي، و1900 كان متحاوط بالكل وهم بيستمتعوا بثمار النصر. ومورتون خسر خسارة قاسية. هو ما خسرش عشان الاحتقار، لكنه خسر بسبب غروره. خسر لنفسه اللي كانت بتحب الموسيقى في يوم من الأيام. في الوقت اللي بعد كده مورتون قفل على نفسه في أوضته لحد ما السفينة رست ومشي بسرعة جدا. 1900 قال له جملة واحدة بس لمورتون وهو ماشي. بعد ما اتشهر في معركة واحدة، شركة تسجيلات جت تدور على 1900 عشان تسجل أغنية ذهبية تتوارثها الأجيال. شركة التسجيلات ما ترددتش إنها تنقل معدات التسجيل على السفينة، لأن 1900 عمره ما نزل منها. 1900 ما كانش عارف المفروض يعزف إيه برضه، فحط إيديه على المفاتيح وخلاص. وبعدين لمح بنت نقية وطيبة زي زهرة الهندباء. البنت كانت بتظبط شكلها في المراية بتاعة الشباك، وما كانتش حاسة خالص بنظرات 1900 المهووسة بيها من جوه الأوضة. في عينيها الزرقاء دي 1900 كان كأنه شايف البحر اللي الفلاح اتكلم عنه. ومع اللحن اللي كان بيتنطط على البيانو ماكس فهم اللي بيدور في عقل 1900. لكن البنت مشيت بعد ما وقفت للحظة، وموسيقى 1900 وقفت فجأة. شركة التسجيلات كانت راضية جدا، وكانوا حتى بيفكروا يسموا
فهموا الأغنية إيه في ساعتها. وهو بيسمع الصوت من الأسطوانة 1900 ندم. ما كانش عايز يعزف ل10,000 شخص، كان عايز يدي مزيكته حصريا لشخص واحد بس. عشان كده أخد الأسطوانة، كان عايز يديها للبنت دي. البنت كانت باينة كأنها ملهاش حد تعتمد عليه، والرجالة كانوا بيصفروا لها، لكن رغم إنه كان قريب منها جدا 1900 ما تجرأش يتكلم. عمره ما كان مكسوف بالشكل ده قبل كده. زهرة الحب كانت فتحت بهدوء جواه. 1900 اتدرب مرات كتير جدا قدام المراية بس عشان يدي الاسطوانة للبنت. كان خام جدا، محدش عمره علمه ازاي يواجه الحب، لكن البنت كانت بتجذبه طول الوقت. واخيرا في يوم ممطر البنت كانت واقفة لوحدها على سطح السفينة. دي كانت فرصة 1900 الحلوة. البنت كمان لاحظت الشاب الغريب ده شوية، وفي اللحظة اللي عينيهم اتقابلت فيها هما الاتنين اختاروا يتجنبوا النظرة في اللاوعي. وهو بيبص للاسطوانة اللي في ايده 1900 كان لسه مش عارف ازاي يتكلم. ولما اخيرا جمع شجاعته عشان يقرب، كام شاب نيتهم سيئة حوطوا البنت، اتريقوا عليها وقالوا لها يا فلاحة، وقالوا ان الفلاحين عمرهم ما بيسترجلوا يبصوا للبحر. ساعات العالم بيكون ضيق بالشكل ده. البنت دي طلعت هي بنت الفلاح اللي اتكلم عنها. المطر زاد وبقى اتقل، والبنت كمان دخلت الأوضة وسابت 1900 واقف مكانه مصدوم، وهو لسه برضه ما أداش الاسطوانة ليها. ممكن يكون كل اللي حصل ده بسبب الشوق. في الليلة دي 1900 فعلا دخل سكن البنات وكأنه مسحور، لقى البنت وما قدرش يمنع نفسه إنه يبوسها. البنت في نومها كان واضح إنها حست بيه، و1900 لف وطلع يجري فورا، ومن غير ما يدي 1900 وقت أكتر. تاني يوم السفينة كانت هترسه تاني، وهو بيبص للزحمة بتاعة الناس 1900 عارف إنه لو فوت الفرصة دي تاني ممكن ما يلاقيش فرصة تانية أبدا. 1900 قال للبنت إنه اشتغل مع أبوها على السفينة من كام سنة. البنت ما كانتش عارفة ترد على 1900 بإيه، فسابت بوسة على خده، و1900 اتصدم في مكانه فورا. ومع حركة الناس اللي كانت بتزق البنت أبعد وأبعد، 1900 أخيرا استوعب. زي أي حد 1900 ما قدرش يقول اللي كان المفروض يتقال، لكن صوته كان عالي بشكل استثنائي وهو بيودعها. وقبل ما يفترقوا البنت سابت له عنوان كانت تتمنى انه يقدر يجي يدور عليها لما يكون عنده وقت. وبالشكل ده 1900 فضل باصص للبنت وهي بتنزل من السفينة والاسطوانة لسه في ايده. 1900 ما رجعش الاسطوانة لشركة التسجيلات، لكنه كسرها لكام حتة ورماهم كلهم في صندوق الزبالة. وفي الايام اللي جت بعد كده 1900 ما جابش سيرة البنت دي خالص، وماكس عمره ما سأل. 1900 كان باين انه رجع لطبيعته الخالية من الهموم زي زمان، لحد ما في ليلة ربيعية معينة 1900 فجأة قال لماكس حاجة. ماكس ما كانش مصدق ودانه خالص 1900 يقول حاجة زي كده. 1900 قال انه عايز ينزل من السفينة عشان يشوف البحر ويسمع صوت البحر. ده خلى ماكس ما قدرش يمسك نفسه من الضحك. 1900 اتولد على البحر، فليه يروح اليابسة عشان يشوف البحر؟ لكن اللي 1900 كان عايز يشوفه هو البحر اللي الفلاح اتكلم عنه، نوع الحياة اللانهائية اللي البحر بيصرخ بيها، اللي لو حد سمعها مرة هيعرف ازاي يقضي بقية حياته. لو فضل مكانه عمره ما هيشوف البحر ده، لكن بعد ما ينزل لليابسة ممكن في خلال كام سنة بس 1900 يبقى شخص عادي ويبقى زي أي حد تاني. ماكس كان شايف إن مفيش مشكلة في كده، الجواز والخلفة وحياة مستقرة، حتى لو الواحد ما قدرش يعيش بالظبط زي ما كان بيتخيل، وممكن حتى يفقد نفسه بالتدريج. كل ده يستاهل المحاولة. وهو بيسمع وصف ماكس 1900 قدر يحس تماما بسعادة اللحظة دي. ماكس ادى البلطو بتاعه ل 1900 وكله ودعه واحد ورا التاني، بما فيهم الكابتن سميث اللي شعره كان بقى رمادي. رغم انهم كلهم قالوا اشوفك بعدين، الكل كان عارف ان الوداع ده ممكن معناه انهم مش هيشوفوا بعض تاني ابدا. 1900 عمره ما فكر انه فعلا هيحط رجله على السلالم، وعلى قد ما عينه تجيب مباني عالية كانت واقفة باعداد مهولة، دخان تقيل كان طالع، كانت مدينة صناعية بتتطور بسرعة. و1900 كان كأنه سامع الدوشة والتعقيد اللي جواها ومش شايف ليها نهاية بنظرة واحدة. محدش كان عارف 1900 بيفكر في ايه. عمره ما اخد خطوة تانية لقدام، وفورا ابتسامة
ابتسامة ارتياح ظهرت على وشه، وبحركة من إيده رمى طاقيته في الهواء والطاقية وقعت على البحر. أخيراً 1900 أخد قراره بنفسه، لف ورجع للسفينة وقرر إنه عمره ما هينزل منها. وكمان من اليوم ده 1900 قعد قدام البيانو طول حياته بيعزف أكتر موسيقى غريبة وخيالية بمفاتيحه. الموسيقى دي كانت أكتر حاجة تقدر توثق بقية حياته. وهو بيعزف ماكس كان غرقان في دموعه لأنه كان على وشك يمشي. في سنة 1933 ماكس ساب السفينة فيرجينيان، قرر يرجع لليابسة عشان يكمل مطاردة أحلامه. ومن وقتها ماكس ما سمعش أي أخبار عن السفينة ولا عن 1900 تاني. الوحش في الموضوع إن الواقع ما اداش ماكس اللي كان عايزه. رغم إن سنين كتير عدت، ماكس فشل في تحقيق حلمه، وحتى وصل بيه الحال إنه يبيع البوق بتاعه. لكن اللي ما توقعوش خالص إنه لقى الاسطوانة اللي 1900 رماها في الزبالة هنا. دلوقتي متصلحة ومستخبية في محل الأنتيكات. ماكس ما قدرش يمنع نفسه إنه يحكي قصة 1900، واللي فاجئه أكتر إن حتى البيانو كان محطوط على جنب. صاحب المحل قال لماكس إن السفينة فيرجينيان دلوقتي هتتخرد وتتباع خردة، والناس هتدمرها في خلال كام يوم. ماكس راح فورا للرصيف. السفينة اللي كانت مهيبة في يوم من الأيام دلوقتي بقت مصدية، وأطنان من المتفجرات اتنقلت عليها دفعة ورا دفعة. لكن الحاجة الوحيدة اللي ماكس كان متأكد منها إن 1900 أكيد لسه على السفينة. فحكى القصة للعمال. المدير اتأثر وقرر يدي ماكس يوم واحد بس عشان يدور عليه. لكن ماكس دور في كل ركن وما قدرش يلاقي صوت 1900. 1900 اختفى بالظبط زي ما كان وهو طفل. محدش كان عارف هو مستخبي فين. لكن بكرة السفينة هتتنسف. ماكس ما كانش قدامه حل غير إنه يتسحب لمحل الموسيقى ده تحت غطا الليل، وكان ناوي يستخدم الاسطوانة دي عشان يستدرج 1900 ويخرجه. لكن بشكل غير متوقع صاحب المحل مسكه متلبس. لكن قصة عازف بيانو المحيط كان بين إن فيها سحر. الناس اللي بتسمعها كانت بتتأثر بيها. ولما عرف القصة كلها صاحب المحل وافق يسلف الاسطوانة لماكس. وبالشكل ده في الليلة اللي قبل ما السفينة تتنسف، عازف بوق بائس أخد اسطوانة مكسورة عشان يدور على عازف بيانو المحيط اللي ممكن ما يكونش موجود من زمان. ماكس شغلها في كل مكان 1900 كان متعود يقعد فيه مرة ورا مرة. لكن لحد ما السما نورت شوية ما قدرش يلمح ظل 1900. ممكن 1900 يكون فعلا نزل من السفينة عشان خاطر البنت دي. وفي اللحظة اللي ماكس كان خلاص هيمشي كأنه لمح حاجة. 1900 فعلا منزلش من السفينة. ناداه باسم ماركة البوق بتاعته زي ما عمل أول مرة شافه فيها. 1900 كان بيعزف بيانو على السفينة كل السنين دي، حتى لو الحرب قامت بره، حتى لو محدش بقى يرقص، حتى لو القنابل نزلت من السماء. ماكس حاول يقنع 1900 ينزل من السفينة. قال له يقدروا يعملوا فرقة مع بعض ويدوروا على حياة أحسن. لكن عيون 1900 كانت لسه حادة زي زمان. شاف إن بوق ماكس ما بقاش معاه، لكن العالم الخارجي كان عبارة عن بيانو ضخم بالنسبة ل 1900 عليه مفاتيح مالها عدد. وده ما كانش مجهز للبشر العاديين، ده كان بيانو ربنا. 1900 ما قدرش يعزف على بيانو زي ده. كان في مشاكل كتير جدا على الشط وهو ما كانش شايف ليها نهاية. 1900 اتولد على السفينة والعالم كان بيمر عليه باستمرار، لكن 2000 شخص بس في المرة الواحدة. كان في أحلام هنا كمان، لكنها بتبدأ من مقدمة السفينة وعمرها ما بتتعدى مؤخرتها. زي معظم الشباب، 1900 في يوم من الأيام وقف على سلم السفينة مليان بالشوق، لكنه ما كانش راضي ياخد خطوة تانية لقدام. إنه ما كانش قادر يشوف المستقبل وفي نفس الوقت شاف المستقبل. ماكس انفجر في العياط بعد ما سمع كلامه. كان عارف إن 1900 هيفضل يعيش بس في مملكته المثالية دي للأبد. حضنوا بعض جامد جدا. ده كان الوداع الأخير بين أعز أصدقاء. في اللحظة الأخيرة من حياته 1900 رفع إيديه. النوتات كانت اتوحدت مع دمه من زمان. حتى من غير بيانو كان لسه يقدر يعزف حركة حياته. ومع انفجار نار عنيف، جيل من العبقرية انتهى هنا. صاحب المحل كمان حس بالندم بعد ما سمع الأخبار، وقبل ما يمشوا رجع البوق لماكس. مقارنة بيه، ماكس الحالي كان محتاج ماركة كون أكتر. دي قصة بتخص عبقري. مزيكة القرن ال19 دايما بتقدر تخلي الناس تحلم، وفي نفس الوقت 1900 كان بيبص لبعيد جدا. بص وشاف إن اليابسة دي مجرد سفينة فيرجينيان ملهاش نهاية واضحة، وفيها مجهولات كتير جدا ومش ممكن التحكم فيها. عشان كده 1900 خاف. ما خافش من اللي شافه، لكن خاف من اللي ما قدرش يشوفه. عشان كده 1900 منزلش من السفينة. وقعه الجبان في اللحظة دي شبهنا بالظبط واحنا قدام الشاشات. ورغم اننا مش عباقرة، احنا كمان محتاجين قصص عن عباقرة، لان دي التجسيد الحقيقي الحياة احسن لكل واحد فينا.
1900 فشل ينزل من السفينة، واللي منزلش منه ما كانش مجرد السفينة، لكن حتة العالم الصغير اللي في قلبه اللي محدش يقدر يعرفه، الهادي والجميل، واللي هو برضه العالم الصغير بتاعنا كلنا. الوقت عامل زي القطر اللي بيجري لما يسحبك عشان تنضج والحقيقة تربطك بيه بالراحة. هل هتختار تنزل من السفينة؟ وواضح جدا إننا لازم ننزل من السفينة، وإحنا بالفعل نزلنا من السفينة من زمان وجينا للمجتمع ده اللي مليان زحمة مرور ومعلومات متفجرة. مع وجود صحاب وعيلة وزملاء حواليك، عمرك ما هتقدر تهتم بنفسك وبس إلا لو كنت مستعد تدوق طعم الوحدة الدائمة. ماكس و1900 بيمثلوا العالمين الواقعي والمثالي على الترتيب. النفس المثالية ما تقدرش تنزل من السفينة ولازم تفضل عليها. المثالية ما تقدرش تعيش في الواقع، عشان كده 1900 ما قدرش إلا إنه يتدمر مع السفينة، لكن ده كان في الفيلم. محدش فينا يقدر يكون خالي من العيوب زي 1900، حتى لو الواقع والمثالية ما قدروش يعيشوا مع بعض. لما الحياة تضغط عليك لدرجة إنك مش قادر تتنفس، أرجوك ما تبيعش بوق الكون بتاعك، لأن مؤمن إن طول ما هو لسه موجود هنقدر دايما ننفخ فيه وإحنا بناخد النفس، وبعدين نرجع في السر لوحدنا للعالم الصغير ده اللي محدش يقدر يزعجنا فيه، ويفضل هادي وسعيد للأبد. طول ما انت راضي، الحياة عمرها ما هتقدر تدمره، لأنه ملكك انت لوحدك. يا ترى ايه هي السفينة اللي في حياتك اللي خايف تنزل منها لحد دلوقتي؟ سيبولي رأيكم في التعليقات، وما تنسوش تدعمونا بلايك وتشتركوا في القناة. أشوفكم في فيديو جديد. سلام.